عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض بقى الفراخ دي، فراخ بلدي. بصوا هنعملها بطريقه حلوه قوي، وهنطلع الشوربه بتاعتها هتبقى لذيذه جدا وتحفه قوي. بصوا هنجيب هنا حله، هنحط بقى فيها كده معلقتين من السمنه كده محترمين، من السمنه البلدي. استنى كده لما يسيحوا شويه. وبصوا هناخد احلى شوربه، ممكن تعملي عليها اي حاجه، ممكن تعملي عليها رز، ممكن تطبخي عليها. ممكن تعملي عليها بقى شويه شوربه خضار زي ما هنعمل بالشكل ده. طبعا هنا حطينا الفراخ بقى في الحله مع معلقتين الزبده، مش هقلبهم خالص تماما. هنحط هنا كده شويه من الملح مع شويه من الفلفل الاسمر عشان لو فيها اي زفاره. طبعا احنا مغسلينها ومظبطينها اخر حاجه. مش هنعرف نقلبها دلوقتي خالص لحد ما هي ايه يعني تتصدم كده، تاخد صدمة مع السمنة البلدي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لما تاخد بقى من الصدمة دي هتفك هي من بعضها، تيجي تقلبيها هتقلب معاكي بكل سهولة. شايفين واخدة لون حلو جدا، تحفة قوي. هنفضل برضو نستمر في التقليب لغاية اما نوصل باللون الحلو اللي احنا شايفينه ده. طبعا هنا هتكوني انتي مغلية مية، ونحطها عليها مية مغلية مش من الحنفية. نحط كده بصلتين كده قوارمة اللي هما الصغننين كده. شايفين طبعا ما شاء الله لون الشوربة تحفة جدا، حاجة كده حكاية. وهنعمل برضو شوية شوربة خضار كده هتبقى معانا عظمة. طبعا نحط التوابل، هتكون عبارة عن ايه، نحط برضو شوية ملح، شوية بصل بودر، نحط بابريكا، نحط 7 بهارات، نحط فلفل اسمر واتنين من الحبهان، ونحط ورقتين 3 كده من ايه، من ورق اللوري. الورق اللوري دي بتساعد برضو ان ايه، تحرق لو فيها دهون ولا فيها اي حاجة. دي وظيفة الورق اللورا. تمام. هنا بقى هنسيبها تاخد وتدي مع بعضها كده لغاية اما تستوي خالص. نيجي بقى نجيب حلة كمان، نحط فيها معلقة من السمنة البلدي برضو، ننزل بقى عليها ايه، شوربة الخضار اللي هي شايفين كده انا شوحت بقى شوربة الخضار مع بعضها. وتعالوا بقى هنا اللي هي بطاطس وجزر وكوسة وكده يعني. نحط بقى عليه هنا ايه من شوربة الفراخ كده، هتدي طعم معانا مش قادرة اقول لكم تحفة جدا. طبعا هناخد من شوربة الفراخ، هنصفيها زي ما احنا شفنا كده في المصفى، ونقلب بقى كده، ونسيب بقى ايه الكلام ده كله الجميل ده ياخد ويدي مع بعض لغاية اما يستوي. شايفين لون الشوربة يا جماعة؟ روعة. وريحتها مش قادرة اقول لكم تحفة جدا. وطبعا احنا بنعمل الفراخ في محلول بتاعنا اللي هو سكر وملح وليمون وخل وكده. بعد كده بنسيبهم ساعتين بقى ينزلوا كل الصفارة وتستوي بسرعة معانا بقى. بصوا بتبقى حكاية. يلا بقى بينا نغرف الطبق بتاعنا الجميل ده. نحط بقى هنا ايه، شوربة خضار مع الشوربة الجميلة اللي احنا عملناها بتاعت الفراخ. طبعا نحط بقى الفراخ عليها، ونقدم بقى الطبق كده ويبقى لذيذ وتحفة معانا وبألف هنا وشفا. حاجة سريعة ونضيفة وتحفة جدا وعظمة يعني، والعظمة لله. طبعا لو أول مرة تشوفيني بقى اشتركي في القناة ودوسي لايك بقى، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله على خير، واقول لكم السلام عليكم.